السلام عليكم ومرحبا بكم. كنتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في افضل الاحوال وبصحه جيده، واللي مريض الله يشافيه واللي عنده شي صحته الله يخليها ليه يا ربي ولا يطول في عمركم. وندخلوا مباشره في اطوار قصه جريمه اليوم اللي غتاخدنا مدينه المحمديه اللي دارت الاحداث ديالها من 2008 حتى 2009. هذه واحد الأسرة مكونة من 4 الأشخاص: الأب والأم والابن، وكاين ابن صغير واحد سميتو علي، وكاين واحد سميتو رشيد. رشيد هو واحد دري في عمره 35 عام، كيخدم في خدمة ديال الأدوية، شركة الأدوية مخيرة مزيانة، خطرة كيخرج ديبلاسمون، وعنده شقة زوينة يعني مستقل بها، وأموره كلها جيدة. حتى لواحد النهار غيجلس الاب والام ديالو في الطبله، غيقولوا ليه: يا ولدي، راك تبارك الله وصلتي في 35 عام، المفروض انك تكون مجوج ويكون عندك وليداتك. الا كتعرف شي وحده عاجباك نخطبوها لك، وإلا ما كتعرفش نشوفوا لك شي بنت الناس ونجوجوها لك باش نفرحوا بك ونشوفوا وليداتك. هنا قال لهم: صراحه انا كنعرف واحد البنت، هي بوليسيه في سلك المرور وكتسكن في المحمديه نيت. صافي قالوا ليه: حنا ما علينا غير نخطبولك، المهم تكونوا كتباغاو وتكونوا فرحانين، حنا نشوفوك غير فرحان وسعيد. هنا تواصل بديك البنت اللي سميتها سعاد اللي هي بوليسيه، قال ليها: شنو والديا جبدوا لي موضوع ديال الزواج، وراني صافي دابا كنفكر باش نجيو نخطبوك. حتى هي بالدور ديالها خبرات الوالدين ديالها وجدو، مشى خطب، دا والديه خطبو، تمت الموافقه، الامور كانت طيبه، قراو الفاتحه. وفي 1 يناير 2008 مشاو داروا العقد ديالهم، ديال عقد الزواج. دات شهرين داروا العرس، صافي السيد استقر في دارو وداز عام وما عطاهمش ربي الدراري، ما ولدوش لحد هاد الساعه. والديه كان المهم يعني كان الشيء اللي باغين، بغاو ولدو يتزوج باش يشوفوا ولادو، ربي ما جابش، ولا الله علم الله شنو المشكل. كما قلت لكم هذا رشيد هذا الخدمه ديالو ديبلاسمون، ولكن المشكله ديالو مع والديه، مو كتشكى وكتقول باللي رشيد منين تزوج بهاد البوليسيه اللي سميتو سعاد، السيد نقلب 180 درجه، ما بقاش ولدهم اللي كيعرفوه. الولد مرتبط بوالديه كيبغيهم، منين تزوج بها ما بقاش شي كاع كيطلع عليهم، ما بقاش كيشوفهم. وحتى هما بحال بغات دير ديك ديال يعني نهار الاول كيموت القط، يعني توقفهم ما يجيوش عندها، ما تمشيش عندهم، يعني ظاهره غريبه. يعني كما كيوقع المشكله كامل الاسر، يعني في العربيه ماشي غير المغربيه، هذا هو المشكل الكبير. المهم في الشهر ديال اوت، في 11 اوت 2009، رشيد جاتو الخدمه ديالو ديبلاسمون للرباط. كما قلت لكم كينتقل شركه الادويه، كيدير اجتماعات، كيتنقل. وحتى مرتو كانت خدات الكونجي، كان المفروض يمشي نهار الاربع ويرجع الجمعه في الليل. هذيك قال مرتو: انا غادي. اتفقوا، مشى. هاد رشيد هذا كان كيبغي مرتو بزاف، كان كيعشقها، وكان واخا كيمشي ديبلاسمون ضروري كيبقى يتواصل معها وكيطمئن عليها. مشى نهار الاربع، هضر معاها سالا. نهار الخميس بدا كيعيط عليها، كيصوني ما تصوني، كيعاود يصوني. تعجب، جاتو غريبه، تيقول ربما كدوش، ربما مشات عند دارهم، ربما دارهم جاو، ربما تكون نعسات، تكون حيدات الوصوص، يعني بدا كيدير ديك المبررات عاديه كتوقع. شويه رجع مع 8 كيعيط ليها، كيصوني عليها التليفون، دابا ما كيصونيش التليفون، لقاه طافي. السيد اتخربق في مخه، ما عرف ما يدير، ويفكر غير فمو. عيط ليها، قال لي: عافاك امي، راني كنصوني على سعاد ما كتجاوبنيش. وقالت له: عادي. هي نيت قلبها طايب من جهتها، قالت له: عادي، تقدر تكون كدوش. قال لها الوالده: انا قلت نفس الشيء، تكون تدوش تكون ناعسه، ولكن داز ساعتين عيطت لها التليفون طفى.
وهذه ماشي قاعدتها. امو مسكينه يعني واخا هكاك ولدها تخرب، قال لها دابا انا راني ديبلاسمون مسافر، عقلي تشطن، خودي خويا وسيري شوفيها ربما تجاوبك. فعلا داكشي اللي كان، مشات التحقات بالشقه ديال ولدها، بدات كتصوني في لانترفون، ما كاينش الجواب، كتدق كتعيط، ما كاينش الجواب. بانت لها واحد البارطمون مقابله مع البارطمون ديال ولدها، بدات كتدق، حتى داك السيد ما كاينش الجواب، وبدات كتدق على البارطمونات الاخرين. السيده مسكينه دايره شغلها الامانه، بدات كتعيط للناس خرجوا ليها، اللي خرج لها كيقول لها ودي مرت ولدك هاد يومين ما شفناهاش. هنا فاش عيط لها ولدها قالت له ولدي راه مرتك صونيت عليها، دقيت عليها، الجيران كيقولوا ما شفناش يومين، شي حاجه ماشي هي هذيك، اجي عافاك انت براسك شوف شنو كاين. السيد هنا تخربق تشطن، هذيك الليله بغى يجي ما خلاوش الخدمه، هو يجي عند النبوري مع 7 الصباح، جا حل الباب، هو يلقى تفاجئ بنقاطي ديال الدم في الكولوار. السيد راه قلبو لا كيضرب في المية، قلت لكم راه ماشي كيبغي مرتو، راه كيعشقها، كيبغيها بلا قياس، متفاهم الامور طيبه، بان له الدم، خاف يكون داكشي اللي ناوي في خاطره هو اللي كاين. مشى لبيت النعاس، كتبان له مرتو مجبده فوق الناموسيه مذبوحه، اتصدم، قلبو خرج له، بدا كيغوت بحال شي حمق، عتقوني مرتي الله يكون في عونه. السيد تصدم، بدا كيغوت، تجمعوا عليه، ما قدرش يهدر، امشى خبر البوليس، عاود ليهم شنو كاين، جاو على وجه السرعه لمسرح الجريمه، بداو كيديروا المعاينه ديالهم، التشخيص القضائي كذلك ومثال، بداو كيصوروا كيشوفوا. هنا الضابط بدا كيشوف، تستغرب، قال ليه فين كنتي ملي وقع هذا المشكل لمرتك؟ يعني هاد التحريات وهاد التحقيقات ضروري الدقيقه قبل الكبيره. بدا كيسولو، قال له انا كنت ديبلاسمون في الرباط وجيت. قال له ما يمكنش. قال له كيفاش ما يمكنش؟ قال له المراه ديالك لابسه دو بياس هذيك بحال الكومبيليزو تيكون مشبك، والسيده طاليه وجهها بالماكياج، يعني هاد الشيء هذا ما يمكنش تكون بوحدها. قال ليه كيفاش مرتك وجهها كله مطلص بالماكياج ولابسه هاد اللباس هذا تاع ديال شي ليله حمراء؟ غريب هذا الامر. قال ليه انا براسي تعجبت، ولكن انا ما بقيتش كنفكر، انا شفت غير مذبوحه، انا اللي مخربق لي مخي، انا باغا نعرف شكون اللي قتلها. فعلا داروا المعاينه، داروا البحث، وداك الشيء اللي كان في بال البوليسي هو اللي كاين. يعني سبيكتور تيقول السيده كانت عند عايشه ليله حمراء، جاو داروا الاحداث، شافوا البصمات، شافوا شي امور، قلبوا واحد الماريو، قالوا لي واش مرتك عندها شي ذهب، عندها شي فلوس؟ قال لهم هنا، لقاو الذهب، لقاو الفلوس، عرفوا القاتل ماشي الغرض ديالو هو السرقه. داروا البحث، هزوا الجثه داوها لمستودع الاموات، داكشي اللي كان بالهم هو هذاك، قلبوها. الطبيب الشرعي كيقول السيده قبل ما تموت دارت علاقه جنسيه، بحيث وقع عندها السائل المنوي في الرحم ديالها. طبيعه الحال كيحيدوه، ربما يكون هك ولا هك، يعني السيده كتخون الراجل ديالها، تبتات في حقها الخيانه الزوجيه. هنا السيد ما عرف باش تبلا، واش الفقصه ديال الموت ديال مرتو اللي كيبغيو كيحماق عليها، ولا الخيانه نقولوا تعرضت للاغتصاب. ما يمكنش، مشاو للباب ما لقاو عليه لا تصرف رائع لا مهرس ما والو، وتتشفر ما كاينش. يعني هاد الشيء هذا كيتبت باللي دخل بكامل القوى العقليه، يعني باراده ديال البوليسيه، ما كاينش شي عنف باش يدخل للباب. سولوه بلي مرتو شنو يعني شنو خدمتها، قال لهم راه بوليسيه وكونجي. تيقلب شنو تهز، قال لهم الفردي والكسوه يعني البدله ديال الخدمه ديالها ما كايناش. بداو كيقلبوا كيشوفوا اي حاجه تفيد البحث. واللي زاد خربقهم وخلاهم يدوخوا هي اختفاء السلاح. يعني هنا ما بقاش غير قضيه القتل، ولا تهديد الامن العام، يعني الفردي ما كيعرفوش واش منظمات ارهابيه ولا تضليل فقط. البوليس ما عرفوا باش تبلاو. هنا سولو السيد شكون، واش عندك العداوات، شكون هما الاعداء ديالك؟ الزوجه ديالك معاه من الدابزات؟ قال لهم ما عندنا حتى شي مشكل مع شي حد. قالوا لي فين كتمشي؟ قال لهم السيده ديالي غير من الخدمه للدار والدار للخدمه، جاتهم غريبه.
ايوا قالوا ليه راه تقرير الطب الشرعي راه قاف الزوجه ديالك السائل المنوي السيده كتخونك. السيد تخربق قال لهم انا مرتي معقوله. قالوا ليه نتايا واش في خدمتك ديما كتمشي ديبلاسمون؟ قال لهم اييه 2 مرات في السيمانه هي القليله كنبقى نمشي. هنا تاكدوا بلي السيده كدير علاقه عاطفيه ولا جنسيه محرمه منين راجلها كيمشي يخرج برا المدينه كتستغل هاد الفرصه ديالو، خصوصا ان قاوها بهذاك اللباس يعني باين ماشي طبيعي، باينه دايراه باش تستقبل الخليل ديالها ولا العاشق ديالها في الدار، والماكياج اللي دايره وزائد السائل المنوي. والطبيب الشرعي اكد بلي ماشي تغتصبات، دارت هاد الشيء هذا بخاطرها يعني، والسيده مرتاحه. هنا البوليس خصهم يعمقوا البحث وخصهم يقروا في الصغيره قبل الكبيره. بداو كيسولوا الجيران داك السيد اللي ما قاتوش الام ديال رشيد قال ليه في كنتي؟ قال ليها ودي انا ديك الليله كنت عند امي، كنت في دارنا. وفعلا تاكدوا بحثوا لقاو السيد ما كيكذبش. سولوا الجيران ديالها كيقولوا بلي هاد سعاد هادي كانت مخيره الله يعمرها دار من الدار الخدمه الدار. هنا سولوهم واش بان ليهم شي سيد كيجي عندها؟ قالوا ليه لا، عمرنا ما شفنا شي راجل كيجي عندها من غير راجلها، ولا كان شي شخص راه كيكون مع راجلها. هنا سولوه واش نتايا كيجي عندك شي حد الدار؟ قال لهم ايه عندي واحد صاحبي سميتو سي محمد كيجي عندي. عيطوا استدعوا هذاك سي محمد قالوا ليه شنو العلاقه بينك وبين الراجل؟ قال لهم صاحبي كنمشي عنده كيجي عندي. قالوا ليه وسعاد؟ قال لهم ما بيني وبينها غير الخير والاحسان، انا واحد الراجل معقول ما كندوي معاه ما والو، كنجي كنهضر مع رشيد كيمشي بحالاتي، انا واحد الراجل دغري وكنعرف غير ربي ومرتي. فعلا شافوا البحث شافوا التقرير لقاو السيد معقول كيعرف ايه مرتو ومن الدار الخدمه للدار. هنا مشاو سولوا امين رشيد قالوا ليها شنو كتعرفي على مرت ولدك؟ قالت لهم ودي انا مشيت انا اللي هضرت مع ولدي على الزواج، والنهار اللي جوجت لها ولدي قطعت علينا المعالقه، ما كتجي عندنا ما كنمشيو عندها وبعدات ليا ولدي وقلباتو 180 درجه. ولكن داك النهار فاش كان خدام رغبني حيت صونا على مرتو، انا بقى فيا ولدي وشتو خدام جيت كنصوني كندق عييت ما ندق ما كاينش المجاوبه. هادشي اللي كنعرف. مشاو عند راجلها قالوا ليه قول لينا نتايا كيفاش لقيتي مرتك؟ قال ليهم عاود لهم القصه. قال ليهم انا العاده ديالي كنمشي كنبدا نعيط ليها، نهار الاربع صونيت عليها ما كاينش الجواب، قلت ربما نعطيها فرصه. 8 لقيت التليفون طافي ووليت مخربق. وقالوا ليه منين نتايا تخربقتي؟ وامك قالت لك ما كايناش علاش ما جيتيش؟ قال لهم ودي انا بغيت نجي ولكن الخدمه ما خلاونيش، ولكن جيت في الصباح على وجه السرعه. مشاو بصح تاكدوا من الخدمه قالوا لهم فعلا السيد ديبلاسمون. وعيط لمرتو قال لينا راني تشطنت وبغيت نمشي. قالوا لي لا بلاص ما تمشي غدا في الليل غنطلقوك في الصباح. وداك الشيء اللي كاين. تاكدوا فعلا باللي السيد معقول وما كيكذبش وباللي كان في خدمته يعني عنده اسبابه وكان في الخدمه. في الصباح جيت للدار على وجه السرعه، حليت الباب وانا نكتشف الدم، اتصدمت. مشيت دخلت البيت النعاس وانا نلقى مرتي ناعسه ومدبوحه من الوارد حتى الوارد فوق الناموسيه وانا نعيط لكم. وهذا الشيء اللي وقع وفعلا يعني قاع عنده حجج دامغه. هنا العناصر يعني الباحث المحققين بداو كيحسوا براسهم بحال وصلوا لمفترق الطرق، واحد الطريق مسدوده بقات لهم حاجه وحده وكانت فعال جابت النتيجه. قالوا ليه رشيد قول لينا الوقيته ديال الفراغ ملي كتكون جالس انت ومرتك فين البلايص اللي كتمشي؟ قال لي ودي واحد الريستورا وحده هي الاغلبيه اللي كنمشيو نتعشاو فيها ولا نتغداو. ومشاو كيسولوا عيط لهم على القهوه، مشى معاهم مشاو كيسولوا داك الجيرون. قالوا ليه يعني سولوه واش هاد السيد هذا كيجي مع مرتو؟ قالوا ليه اييه. قال الجيرو قال لهم اييه ديما كيجي هو ومرتو كيتعشاو ولا كيتغداو اغلبيه الاوقات، ولكن مؤخرا كنتعجبوا المراه ديالو جات مع واحد السيد جلسوا
وتعشاو. ومن الطريقه ديالهم كيبان ما بيناتهم ما كاينش يعني كلفه، علاقتهم وطيده. هنا النيابه العامه يعني عطاتهم الصلاحيه باش يقوموا بتفريغ الكاميرا. يعني خداو بحال فاش كيبغيو يفتشوا الديور كياخذوا واحد الرخصه حتى الكاميرا باش يخصهم واحد الورقه. عطاتهم النيابه العامه كافه الصلاحيه باش يفرغوا الكاميرا. وداكشي اللي كان كيشوفوا نهار الاربع، التاريخ ديال نهار الاربع اللي سافر راجلها رشيد الخدمه مع 12 الليل، جالسه هي واحد السيد وكيبانوا بالطريقه باش كيشد ليها يديها وكيهضروا بلي متصرون بيناتهم علاقه حميميه. هنا بقاو كيتعجبوا، اتاكدوا بلي السيده فعلا فاش ماتت هي عندها علاقه جنسيه بكامل الرغبه ديالها وبلي كتخون راجلها. هنا عيطوا لراجلها قالوا ليه راه مرتك شنو تعجب، يعني مشى في راسو القهوه اللي كيمشي لها الريستورا مشات لها غير هي. شوف ربي سبحان الله ملي كيدير القدره، مشات الريستورا فين كيجلس راجل، يعني امكانات تمشي الريستورا 100 ريستورا اخرى. وراو الراجل في الكاميرا قالوا ليه هذا الراجل هذا اللي جالس مع مرتك فايت جا للدار واش كتعرفوا؟ قال لهم ايه هذا حميد ولد عمي. قالوا لي شحال واش كيجي للدار؟ قال لهم ايه كان جا منين تزوجنا بارك لينا وكان جا واحد النهار مره اخرى. هنا هاد السيد هذا فاش سولو يعني ولد عمو على العنوان قال لهم هذا كيخرج برا، يعني تقريبا بحال العروبيه. هنا خداو كذلك ومثال وربطوا الاتصال باش يخرجوا اطار، لانه هادو بوليس يعني فين كاين هو كيتسمى النفوذ ديال الجدارميه. المهم استطاعوا يجيبوه يسلموه ليهم ويجوا يبداو يسولوه. قالوا لي قولنا شنو العلاقه اللي كتربطك براشد؟ قال لهم راشد ولد عمي كان جي عنده. قالوا لي كتجي عنده شحال من مره؟ قال لهم جيت تقريبا شي 2 مرات. قالوا لي وسعاد شنو علاقتك بها؟ قال لهم سعاد ما كنعرفهاش، مرت ولد عمي وصافي. قالوا لي هي ايوا والقهوه اللي تلاقيتي معاه فيها الريستورا في 12 الليل؟ قال لهم ما كاينه، عمري ما تلاقيت بها. قال لي شوفوا كان منين سافر ولد عمك الخدمه ديبلاسمون انت تلاقيتي معاها. هنا مني استمر في الانكار واجهوه بالكاميرا هي الحجج والادله. السيد ما بقى ما يقول ولا كيسرط البيض حنا راسو. قالوا ليه انت اخر واحد شفتيها منين ماتت؟ لان الطب الشرعي قال لنا راه ماتت نهار الاربع. قول لنا اودي منين نزيروه وبداو يعني كيواجهوه بالحجج والادله. قال لهم شوفوا انا اللي قتلتها. قالوا لي ايه وعلاش؟ قال لهم هاد سعاد هادي انا كنت مصاحب معاها، كانت بيناتنا علاقه حميميه، وانا كنت نخرج مع ولد عمي، مشات دارت بيه علاقته هو، وفاش بغى يتزوج بها وافقات. وانا هنا حسيت بالحقره حيت هو زعما عنده خدمه زوينه وكيتخلص مزيان، خلاتني انا وتزوجات به. وفاش تزوجات به بحال ما تسرطاتش ليا، ما تقبلتش، ورجعت كندور بها ورجعنا عاوتاني كنديرو يعني علاقتنا. منين ولد عمي كيسافر ولا ملي كتكون جالسه كنتلاقى هو ما كيسيق اخبار، ديما ديبلاسمون 2 مرات في السيمانه. المهم داك النهار مشينا للريستورا، السيده كانت مزيانه مقاده الامور مزينه ليا احسن تزيين. مشينا للدار يعني داروا العلاقه الحميميه الجنسيه وشويه وهي تقول لي شوفي حميد الله يعطيك السر هذه اخر مره نتشافوا فيها، ما بقاش نتلاقى بك. قال وانا نقول لها كيفاش؟ قالت لي كيف كتسمع صافي كل واحد يشد فينا الطريق. انا مرا مجوجه. قلت لها اييه مرا مجوجه وعلاش كل اول كان كيعرفك ماشي انا وفضلتي عليا؟ قالت له الله يعطيك السر اللي فات مات. قال لها ما كاين اللي فات لي مات ولا والو، انا راه غنشوه بيك وغنفضحك وغنقول كلشي لرشيد. قالت لي بعد مني سير بحالك عليا ما عندي ما ندير بك. هنا ملي بدات كتغوت انا طلع لي الزعف وما رضيتش، مشيت للكوزينه جبت الجنوي وما كانش الهدف ديالي نقتلها ولا نجرحها، كنت غير بغيت نخلعها ما رضيتش الصراحه. بديت هاز عليها الجنوي باش نخلعها، هي طلعت للسما وهي تعطيني واحد التصرفيقه، غير هي تعطيني التصرفيقه انا ما رضيتش، دوزت عليها في البلاصه ما عرفت باش تبليت. منين دوزت عليها حطيتها في الفراش في بلاصتها. تلفت ما عرفت كي ندير، بغيت نخربق البحث
وانا نهز البيدله ديالها والفردي باش يصحاب لكم شي ارهابي هو اللي دخل. ايوا هذا هو السبب انا علاش قتلتها، وبغيت نبعد عليا الشبهات. هنا قالوا ليه السلاح ديالها والبيدله فين درتيهم؟ قال لي عندي في الدار. فعلا توجهوا معاه. خصكم تعرفوا دائما في البحث وفي التحقيق راه الصغيره كيهتموا بها قبل الكبيره. حنا الحاجه اللي كتبنا تافهه قال لهم صافي اعترف وخاصهم يمشيو معاه ايه، بحيث داكشي كامل خصو يكون في المحضر وكيتدفع للمحكمه، لان القاضي كياخذ بالادله الملموسه ماشي الهضره. ايوا مشاو معاه فعلا، مشاو للدار وراهم بيت النعاس ديالو وحليو بالماريو، لقاو فعلا البدله والفردي وصافي. جميع التهم والادله والاعترافات جمله وتفصيله تبتات عليه. وهنا تقدم النيابه العامه هما يحكموا عليه بالاعدام اللي هو موقوف التنفيذ. وكنتمنى هاد القصه ولا هاد القضيه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف.